يقول يا راكب من عندنا طيارة ما طورها لا رن عبت كومبريشن فل وافترت مراوحها وطارت بالفضاء من طائرات طراز ميج 4 مراوح و4 متحركات من نوع 707 وارد امريكا وصنع فرانكفورت اسطول من احدث اساطيل الفضاء قد صممت باكبر مصانع سابقات اصواتها. طيارها متخرج من معهد على فن طيران جو اللي بعاصمة الولايات الامريكية وذات الاتحاد المعترف به عالميا وهي واشنطن اي مجمع جميع الجامعات. رسم العلم ذي الراية الخضراء مع السيفين والنخلة على جنحانها تقلع من مدرج مطار ابو ظبي كنحسها زلزال هز الارض يوم ترن باصوات تقول رعود شكماناتها. من عاصمة دولة الامارات اقلعت متوجهة ومسافرة يم الكويت ترانزيت بلازمي وانا الذي قومتها من شان مندوبي ومن شان الوساط وبرفقها من قاذفات النار 10 مقاتلات يحملنها ساعة رفعها الكابتن الممتاز ثم استعدلت في العرش دارت دورتين وروحت يم الكويت مولعة شاراتها. تحركت متوجهة واسترفعت واستعدلت ثم روحت وصلت فضا جو الكويت بسرعة ثم وقعت وسط المطار وحول المندوب منها بالرسائل ناصيا وفي الصفات الشاعر المعروف وهو بوع شيمان مهدي مسلمه مني رسائل ونشتري بالمال معرفة الذي شرواه حيث ان خبير وعارف كل المعاني والعلوم وسر مضموناتها. أيضا بجنبي جدي وجده واحد يشهد على قولي تواريخ قديمة والرجال أهل الفطانة والعقول الزاكيات علما بأن رد المثايل يعتبر بين الرجال العارفين أطماع وهو من العوارف يذكرونه عارفا قانون ترتيباتها. أيضا بجنبي جدي وجده واحد يشهد على قولي تواريخ قديمة والرجال أهل الفطانة والعقول الزاكيات علما بأن رد المثايل يعتبر بين الرجال العارفين أطماع وهو من العوارف يذكرونه عارفا قانون ترتيباتها. لا شك اللي تصلون خبروه اني ترى لاني متحدي ولا احب التحدي والخطا مبغى القوادي والعلوم اللي لها ذوق وطرات لقصد لي غير التعرف به ولو ما رد ما والله يجي في خاطري مثقال ذره حيث ما هو لازم بين الرفاقه يا عرب تطويل خداعاتها. ابغيه ذخرم في مقاديم الليالي مثل ما قد قال كان ابن حذلين اللبن هاديم ماضي ما مضى يوم الفعايل مستمره بين ماضين الفعايل بالعصور الماضيات نبغى على ما قالوا اهل العرف نرجع كالنعامه شافت المكروه مما لا يستكره من قوايمها الذي يحفي مواطيها المسير لا بغت تمشي بها حفيت حين وخيبتها قواتها.